السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة عالم العروض والتقنية. أهلا ومرحبا بكم فيديو جديد. النهاردة 20 أغسطس، معانا حل فوازير فودافون. هندخل كده لوحدنا، وفي أصلا صفحات جديدة نزلت اللي هي كمل الأغنية في فيلم أو أغنية بإيموجي. تعالى كده نبدأ نجرب فيها كده ونشوف هنكسب ايه. في 20 جنيه كاش باك، 5 جيجا بايت واتش ات، وفي تلفزيون سامسونج. ندخل كده ونشوف. مفيش، ما اتفعلتش. فودافون بتهرج، فودافون بتهرج. مفيش اسئله اصلا. ماشي يا جماعه، مش شغاله. هندخل زي ما احنا كده بندخل نلعب ايه في خمن الفيلم، هي اللي شغاله معانا دلوقتي. تمام، ونبدا نلعب كده. بيقول لك فيلم كوميدي بطولة علي ربيع عن شخصية بتحصل له، لا شخص بتحصل له لعنة بتحوله كل يوم لحاجة مختلفة. ده فيلم بعد الشر. استنى كده اما يفتح. بقول لك ايه بقى، انا اسف بقى ده ازعل. فيلم سوكي سيكو. فيلم فقد فيه تامر حسني السيطرة على ايده، ده مش انا. فيلم لأحمد عز قدم فيه دور مناضل مصري أيام الاحتلال، كيرة والجن. فيلم من الأفلام دي تصنيفه كوميدي وشارك فيه نجوم كوميديا. اللي بالي بالك. كسبنا 300 ميجا وخمس قطع من الصورة. هندخل تاني كده على شوف الصورة وكمل. هنكمل الفوازير. نبدأ نلعب. فيلم كوميدي عن أربع أصحاب بيتجمعوا بعد سنين في فسحة، بس بتحصل لهم مواقف كوميدية. ده فيلم وقفة رجالة. نفتح كده. ده قلب أمه. فيلم فقد فيه تامر حسني السيطرة، زي ما قلنا على طول هيبقى مش أنا. فيلم قدم فيه أحمد عز شخصية اسمها الجن، كيرة والجن. واحد من الأفلام دي من بطولة أحمد حاتم وهنا الزاهد، قصة حب. كسبنا خمس قطع. ونبدأ نشتري خمس أسئلة ب150 فليكس. ونرجع تاني للصورة ونبدأ نلعب تاني. خمن الفيلم دي خلاص انتهت. خمن الفيلم. يا رب نكسب حاجة كويسة كده. فيلم بطولة محمد رمضان ومحمد سعد وهند صبري، ده اللي هو الكنز. أسئلة بتتعاد. ولنا المشهد ده من فيلم ايه؟ طبعا ما فتحش. هنحول كده المشهد. فودافون بتهرج والله. نجيب سؤال تاني. فيلم كوميدي من بطولة شيكو وهشام ماجد عن زعيم عصابة بيحاول ينفذ عملية اسمها لبن عصفور، ده قلب أمه. فيلم شارك فيه لطفي لبيب وكان سواق ميكروباص وبيروح مع أحمد حلمي، ده عسل أسود. فيلم كوميدي درامي لكريم عبد العزيز ونور اللبنانية، ده بيت الروبي. فيلم كوميدي عن اتنين ولاد عم بيورثوا مخدرات، ده سيكو سيكو. كسبنا خمس قطع، لسه لنا خمسة ونكسب الجايزة الكبيرة. ياه لو سماعة جي بي ال. بس فودافون ما بتوزعش الحاجات دي. قبل كده برضو دخلت في تصنيف ان انا اكسب سماعة، وادوني في الاخر 200 جنيه بعد ما اشتكيتهم في الجهاز القومي. يعني حاجة جميلة. فيلم بطولة أمير كرارة أحداثه كانت بتدور فترة الأربعينات في الإسكندرية، ده حرب كرموز. فيلم لأحمد حلمي قدم فيه شخصية مهندس طيران، ده بيعاني من مشاكل نفسية، ده آسف على الإزعاج. من أفضل الأفلام اللي اتفرجت عليها بصراحة يعني. فيلم بطولة محمد رمضان ومحمد سعد وهند صبري، نفس الكلام، الكنز. فيلم بطولة هشام ماجد وشيكو يعتبر من أنجح وأشهر أفلامهم، سمير وشهير وبهير. حلو الفيلم ده بصراحة. كريم عبد العزيز قدم دور مناضل مصري أيام الاحتلال في كيرة والجن. كسبنا خمس قطع، وطبعا حاطين صورة مكررة عشان ما نكسبش الجائزة الكبيرة اللي هي 500 ميجا. نلعب تاني كده.
تمام. فيلم شارك فيه ماجد الكدواني وكان زعيم عصابة، ده أبو نسب. فيلم حربي شارك فيه في بطولته محمد الشرنوبي، فيلم الممر، من الأفلام الجميلة جدا، حبل الاستنزاف. ربنا يحفظ الجيش يا رب بتاعنا. حلمي ونور اللبنانية كانوا أبطال فيلم ظرف طارق. فيلم كوميدي غنائي لتامر حسني شارك فيه عبلة كامل ونور وزينة، ده سيد العاطفي. محمد سعد بيتزرع له شريحة إلكترونية، ده الليمبي 8 جيجا. 5 قطع مكررين، مش عايزيننا نكسب، نكمل تاني كده. ايه الفيلم اللي كان فيه محمد سعد مدير أعمال هشام ماجد، محمد سلام مدير أعمال هشام ماجد حامل اللقب؟ فكرة من الأفلام الجميلة بس هو خارج شوية. حتشبسوت كان دور هند صبري في فيلم ايه؟ فيلم الكنز. واحد من الأفلام دي بيصنف كفيلم كوميدي، أحلام الفتى الطايش. فيلم بطولة نسرين أمين واتعمل منه لحد 3 أجزاء، ولاد رزق. آلة بتسافر عبر الزمن، بتحصل مواقف غريبة بمجرد استخدامها. عرفت الفيلم؟ الغسالة. 5 قطع برضو مكررين. معرفش فودافون، ربنا يهديها بقى. نلعب تاني كده ونجرب برضو حظنا، يا رب نكسب الجايزة الكبيرة. محمد هنيدي وإيمي سمير غانم وباسم سمرة في فيلم كوميدي. عرفت فيلم ايه؟ تيتا رهيبة. ميسا إبراهيم. فيلم درامي من بطولة منى شلبي وأحداثه بتدور في أجواء لذيذة، من أجل زيكو. فيلم شارك فيه ماجد الكدواني بشخصية نبطشي، ده فيلم الفرح. محمد سعد اتنقل له مخ واحد تاني في فيلم اللي بالي بالك. أحمد حلمي كان بودي جارد لياسمين في فيلم زكي شان. مبروك، كسبنا 5 قطع مكررين. نلعب آخر مرة كده ونشوف. هنشتري أسئلة؟ لا، مش هنشتري أسئلة كده، هنحول على خط تاني كده ونلعب أسئلة كمان. وحولنا للخط التاني كده وندخل نشوف أول حاجة ده فيه عروض على الخط ولا لأ. عروض ترفيه، مش عارف يعني ايه، مفيش. لأ. نجدد؟ لا مش هنجدد. مش هنجدد يا فودافون، انت اصلا سارحين علينا. ندخل بقى هنا في الفوازير، اتحدى شلتك والعب الفوازير. الخط ده مبيكسبش حاجة خالص. خمن الفيلم، لسه برضو قطعة. انا حتى لغيت منه الفودافون كاش. الشركات ما حد مثلا بيشحن، حل السؤال كده واحكي لكم الحكايه دي يعني. اختبر ذاكرتك وقلنا اسم فيلم كان طالع فيه محمد عادل امام، حرامي اثار، ده لص بغداد. نفتح كده. هما قالوا لك بقى في مصر ده ان انت الرهينه. افلام حلوه على فكره. فيلم كوميدي من بطوله محمد ممدوح واكرم حسني عن سرقه بنك الحظ. فيلم تصنيفه درامي واحداثه مؤثره وشارك فيه نجوم كتير قوي، 1:30 اللي هو بتاع القطر. فيلم كوميدي من بطولة هشام ماجد وشيكو وشارك معاهم نسرين أمين وبيومي فؤاد، ده حملة فريزر. 5 قطع مكررين، كسبنا 200 ميجا. شوفوا الصورة ونلعب تاني. كنت بقول لكم يعني حاجة وحشة بتعملها الشركات، ان مثلا لو واحد مثلا بيستخدم الخط بتاعه كتير وبيشحن ويعمل باقات وكده، الشركات بتستثنى من العروض، في حين ان واحد تاني ما بيشحنش الخط ينزلوا له عروض وحاجات من كده يعني. فيعني فكر مش تمام يعني. المفروض الناس اللي بتشحن يبقى لهم هدايا، لهم حاجات عشان يبقى زي انتماء للشركة يعني. مش العكس، اللي انا ما اشحنش عشان اخليه يشحن، ان انا ايه اديله عروض وادي الناس اللي هي معايا ما ادهمش عروض يعني. فيلم من اشهر افلام كريم عبد العزيز وخالد الصاوي، ده الفيل الازرق. فيلم درامي تاريخي قدم فيه محمد رمضان شخصية علي الزيبق، الكنز. كان بيحب روبي بصراحة في الفيلم. فيلم كوميدي من بطولة علي ربيع كان اسمه سولي، ده بعد الشر. فيلم كوميدي شارك فيه شيكو بدور زعيم عصابة بيتعرض لحادثة وزرع له قلب، ده قلب أمه.
فيلم كوميدي لهشام ماجد ودينا الشربيني عن شخص رافض يخلف ويتفاجئ انه حامل، ده حامل اللقب. طبعا الخط المنحوس ده مبيكسبش، طبعا عايزيننا نشحن، وطبعا انا مش هشحن ولا هجدد الباقة. تقريبا يا جماعة هي لسه في 5 أسئلة، لا لازم نشتري. هحول كده على خط تاني ونحل الأسئلة اللي موجودة. حولنا كده الخط وندخل كده أول حاجة على العروض، نشوف العروض بتاعتنا. يعني شوف ان الخط دوت فيه ايه 500 وحدة ببلاش، استمتع كده بالعرض. وكده معانا اهو جالنا 500 حاجة، 500 ميجا ببلاش. ندخل بقى نكمل الفوازير. نلعب لوحدنا. وعندنا هنا نجرب كده، مشتغلش معانا اللي هو فيلم او اغنية بايموجي، ياريت تشتغل. مفيش، يعني فودافون عاملة عرض ومفيش، تبقى هتتلغى زي اخواتها. ندخل على خمن الفيلم، نلحق خمن الفيلم. استنى برضو قطعة وما بنكسبهاش عشان نكسب الجايزة الكبيرة. فيلم كوميدي قام ببطولته هشام ماجد وهنا الزاهد ومحمد ثروت. ده فاصل من اللحظات اللذيذة. نفتح كده الفيلم ونشوف. لا احنا مش هندافع. فيلم الممر حرب استنزاف. محمد ممدوح وعمرو يوسف وأمنية خليل ودينا الشربيني اشتركوا سوا في فيلم شقه. فيلم كوميدي من بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد عن منظمة سرية بتطلق الرجالة من الستات، اللي هو مستر إكس. فيلم عن كرة القدم بطولة نور النبوي، ده الحريفة واحد. كسبنا 300 ميجا. شوفوا الصورة، لسه قطعة يا جماعة ما كسبناهاش. ندخل تاني كده، جدد الأسئلة، العب تاني. هشام ماجد كان شغال ضابط مخابرات في فيلم حملة فريزر، كان اسمه بعتذر. بيحمل كده اللقطة. ده فيلم فاصل ونعود. نيللي كريم شاركت مع رامز جلال في فيلم بشخصيتها كان أحلام الفتى الطائش. فيلم حربي يشارك في بطولته أحمد صلاح حسني، ده الممر. ايه الفيلم اللي محمد ممدوح كان طالع فيه مجرم وعضو في عصابة شقه؟ افلام مش حلو الفيلم ده بصراحة. برضو ما كسبناش اي حاجة يا جماعة. هندخل نلعب بقى اخر خط ونشوف كده هنكسب ولا لا. وده اخر خط معانا يا جماعة. اول حاجة زي ما قلت لكم بندخل على عروض، نشوف كده في ميجا بايت مجانية او حاجة. زي ما شفتم اهم، ليك 400 وحدة كل الشبكات ونت لاخر اليوم ببلاش. هنعمل استمتاع بالعرض. فكنز فودافون ساعات بتنزل العروض دي ميجا بايت ببلاش. تدخل كل يوم هتلاقي الايه الميجا بايت. طبعا كمان عندنا 400، وما نلعب الفوازير 300، ادي 700 ميجا او وحده ببلاش. وكمان لو كسبنا نص جيجا كمان، فدخلنا في جيجا وشويه، يعني حاجه كويسه جدا. طبعا اهو هنلعب بقى اخر 10 اسئله. فيلم لاحمد حلمي وياسمين عبد العزيز واحداثه كانت بتدور في اسكندريه، ده صايع بحر. فيلم كوميدي لكريم عبد العزيز واغلب احداثه بتدور جوه الجامعه، الباشا تلميذ. محمد سعد قدم شخصية الليمبي في أكتر من فيلم، منهم اللي بالي بالك. فيلم الأفلام دي تصنيف كوميدي شارك فيه نجوم كتير، ده زكي شان. فيلم قدم فيه كريم عبد العزيز دور ضابط ومهمته إنقاذ منى زكي، ده ولاد العم. ولاد العم ربنا ايه هنا بقى ايه. نبدأ نلعب كده. فيلم كوميدي من أحلى الأفلام اللي عملها أحمد حلمي، فيلم عسل أسود. نفتح كده يا جماعة ونشوف الفيديو هيقول لنا ايه. الفيديو ما فتحش، حولنا الخط. هند صبري قدمت دور مناضلة ايام الاحتلال في فيلم في كيرة والجن.
فيلم كان فيه محمد إمام وفتحي عبد الوهاب إخوات وحرامية آثار لص بغداد. محمد هنيدي طلع بدور فوزي وفواز في فيلم عندليب الدقي. مجدي تختوخ كان اسمه شيكو في فيلم ألبوم. تمام كده. طبعا ما كسبناش برضو حاجة النهاردة خالص. ان شاء الله استنونا في فيديو جديد ان شاء الله بكرة 21 اغسطس لو في العمر بقية، وحل فوازير فودافون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.